السلام عليكم احبائي. اليوم ان شاء الله غندير لكم درس ديال عبايه دو بياس طلباتها ليا واحد السيده. المقاس اكس ال، ولكن راه العبايه تتكون تلبس حتى لدوز اكس ال. القماش الاسود غادي نديروه لداخل، والقرونه هو تاع الفوقاني. عندنا 2 متر و20 سنتيمتر من هذا اللون. غادي نحيدو منها 1.5 متر طول العباية، وغادي نكرانيوه باش نقطعوه. القطعة المتبقية من 2 متر و20 سنتيمتر غادي ناخدو منها 55 سنتيم طول الأكمام، وناخدو واحد القطعة من القماش الأسود تكملة ل 61 سنتيم ديال الأكمام. وهاد القطعة غادي نديرو منها الحزام للعباية ديالتنا. والآن غادي نبداو بالتفصيل ديال العباية ديالنا كالتالي. بعد ما طوينا الثوب ديالنا كالعادة، الجهة المفتوحة على 2 والجهة المسدودة على 2، ونحيدو هذاك الجهة المفتوحة غادي نحيدو منها سنتيم ديال الحاشية. الجهة اللي فيها 2 ديال الطبقتين مزدية هي هذه. غنبداو نحطو المقاسات ديالنا من الجهة المفتوحة. رقبة 8 سنتيم، وعرض نصف الكتف 20 سنتيمتر، زائد 1 سنتيمتر للخياطة. تابعوا معايا الطريقة كالعادة. 21 سنتيم للكتف، وغادي ننزلو ب21 سنتيم كالعادة، و3 سنتيم اللي هي ميلان الكتف. أصبح عندنا 24 سنتيم. مقاس اكس ال دوبل اكس ال هو هذا اللي تنفسر لكم. من الجهة ديال الكتف غادي ننزلو ما يلي الكتف 3 سنتيم، ونسطرو الكتف ديالنا بهذه الطريقة. داكشي واضح ودائما تنديروه. تابعوا معايا لإعادة إفادة. نسطرو الخط ديال الصدر وناخدو 30 سنتيمتر. السيدة عندها 29 سنتيم المقاس ديال اكس ال، وزائد سنتيم للخياطة. غادي نخلي 1.5 سنتيم للخياطة. غادي نقسمو خط التركيز على 2، ونضعو نقطة، ندخلو ب1 سنتيمتر للظهر، ونقوسو التركيز ديالنا كالتالي. من بعد غادي نواصلوه مع 1.5 ديال الخياطة. نزلو ب14 سنتيمتر للحزام، ونديرو نفس الطريقة. نخليو 1.5، من بعد من ندخلو ب1 سنتيم 28 سنتيم ديال خط الحزام، ونزيدو 1.5 ديال الخياطة. ضروري 1.5 ديال الخياطة غنزيدوها فيهم كلهم، كاع الخطوط ديالنا ب3: خط الصدر، خط الحزام، وخط الهانش. غادي ننزلو ب20 سنتيمتر خط الهانش، وكذلك الهانش ديالنا غادي نديرو فيه 33 سنتيمتر زائد 1.5، غتولي عندنا 35 تقريبا. غادي نقطعو العباية ديالنا على حساب الظهر، ثم نعدلو من بعد الامام. تابعوا معايا. غادي نعدلو الامام كما معودين دائما. غندخلو بسنتيم واحد في العباية. ورقبة الامام غادي ننزلو في 35 سنتيمتر مائلة، نلاقيوها لينة مع الجهة المفتوحة هكذا كما تنبين لكم في الرسم.
الكتيف نهبطو بواحد سنتيم كذلك. غادي ناخدو الأكمام ديالنا، غادي نديرو فيهم 28 سنتيم في 4 طبقات، طبقات 4 فيها 28 سنتيم، وغادي نطراسيو الكم ديالنا بالطريقة اللي معوداكم. رأس الكم أنا درت فيه 20 سنتيم، منها غادي ناخدو الخياطات بحال هكا، وغادي نسطرو واحد السطر وندخلو في المنتصف ديال هذا الخط ب2 سنتيم ونقوسو باش ما يجيش مشنق. هنا أحبائي تنوريكم بأن غادي نزيدو واحد الباندا في الأسود، عرضها غادي يكون 12 سنتيم وغادي نطويوها على 2. الآن غادي ناخدو الظهر ديال العباية ديالنا وغنحطوه فوق واحد الثوب يكون قدو في العرض وفي الطول كما كتلاحظوا تماما. يعني تناخد طبقتين فقط لأن غادي يكون عندنا غير الجهة الدخلانية الأمامية ديال العباية، ما غيكونش عندنا الظهر حتى هو، غير جهة وحدة غادي نلصقوها في الأمام وغتعطينا 2 بياس تتبان في الخياطة. وهذه هي الجهة اللي قطعنا وغادي نديروها في الأمام مع القماش اللي هو مفتوح في القرونة. قوسنا في هاد الجهة هذه، قوسنا فيها الرقبة على بعد ديال العمق ديال 13 سنتي، وغادي نقصو الكم 1 سنتي. التعديلات اللي درنا في طبقتين اللي هما من لون القرونة. هاد القطعة هي اللي تنخيطوها مع الأمام اللي هو مفتوح ديال اللون القرونة. تابعوا معايا غادي تفهموني في الشرح ديال الخياطة إن شاء الله. والآن نمروا الخياطة. ناخدو واحد البيي يكون فيه 5 سنتيم، غنطويوه على 2 وغادي نفينيو به الرقبة ديال القطعة اللي وريتكم ديال الأمام. بعد ما خيطناها غادي نقصو هاد الزوائد ديال الثوب وغادي نكرانيوها باش تقلب لينا بسهولة. تابعوا معايا. غادي نحاولوا نديروا ليها بيكاج. تابعوا معايا. هذيك الجهة اللي فيها الخياطات غادي نمشيو بها للجهة ديال البي، نعسوها على الجهة ديال البي ونخيطوا بيكاج. غادي نعسو هذيك البي، غادي نعسوه لداخل ونخيطوه عاوتاني وغادي تجينا خياطة هكذا مفينية.
ونفس الطريقة غادي نديروها للتركيز ديال هاد القطعة. والآن غادي نخيطو الكتيفات ديال العباية اللون القرونة. نخليو سنتيم من كل جهة، من جهة الرقبة سنتيم نتركوه، ومن جهة التركيز من الكتف عفوا غنخليو سنتيم كما تنوضح لكم. السنتيم اللي خليناه من جهة الكتف غادي تكون الخياطة ديال الأكمام، أما الجهة الأمامية ديال الرقبة غادي تكون فيها الباندا اللي غادي نديرو العباية. هنا أحبائي غنوضح لكم بأن هاد القطعة السوداء اللي درناها للأمام غادي نلاقيوها مع الكتفين من بعد ما خيطنا الكتفين ديال العباية. هي غادي تجي الوجه ديالها ديال القطعة السوداء، الوجه ديالها مع الوجه ديال الظهر ديال العباية، ونخيطو بحال هكا باش ملي نقلبو غتكون الخياطة مفينية. تابعوا معايا. ودائما احبائي تنخليو 1 سنتيم من الجهتين هما اللي غادي نخيطو بهم الاكمام والباندات ديال الامام. تنحاولوا احبائي الكمام تنجروا الجهتين ديال التركيز فوق الاكمام، والاكمام تيكونوا من الاسفل باش تيجي عندنا واحد التشريب تيجي عاطي واحد الجماليه للاكمام. والان احبائي غادي نلصقوا راس الكم ديالنا بالباندا اللي خلينا فيها 12 سنتيم على جهه واحده فقط. تابعوا معايا الشرح. السنتيم اللي بقى عندنا في الحاشيه هو ضروري غادي يبقى لانه غنفينيو به راس الكم. تشوفوا الطريقه. غادي ناخدو القالون ديالنا وغادي نمشيو على الحافه ديال الخياطه باش بعد ما نكونوا سرحنا هذاك الثوب من التحت، وتكون هذيك البقايا ديال الخياطه تكون من الجهه السوداء باش ملي نطويو الباندا غيدخل هذيك البقايا غتدخل وسط الباندا ديالنا. تابعوا معايا وشوفوا الطريقه. غادي نطويو واحد 1/2 سنتيم من الحافة ديال الباندا باش نفينيو بها الكم ديالنا، ولاحظوا معايا الطريقة. نحاولوا نجيبوا القناة ديال الخياطة مع بعضها كما وضحت لكم دابا، ونطويو عليها الجهة السفلية ديال الكم من الفوق، كل شيء على الجهة ديال الظهر، ونخيطوا بحال هكا. نتمنى احبائي تكون الفكره وضحات لكم دابا، وغادي نقلبوا هكا وغنلقاو الكم ديالنا مفيني من الجهه السفليه جهه الخياطه لداخل.
ونبداو نطرقو الكم ديالنا على خط الخياطة اللي هو باين لينا ديال الجهة الاخرى. هكذا احبائي غادي يجي الكم ديالنا مفيني ونقي ما فيش الخيوط من الاسفل. من بعد غادي نلاقيو العباية ديالنا الطبقتين اللي هما لون واحد في القرونة، غادي نلاقيوهم ونمشيو عادي حتى الاسفل. نحاول احبائي تنشرح لكم الطريقة بابسط الامور، ابسط الامور، لانها هذه هي الطريقة ديال المبتدئين. ما بغيتش باش نبين لكم الخياطة كلها هكاك بلا ما نهضر، بلا ما نفسر لكم. دقة دقة غادي تمشيو مع الخياطة بشوية عليكم حتى تطرقوها وتجيكم بطريقة سهلة. دابا خيطنا الجوانب والكمام لون واحد ديال العباية ديالنا، وكأن هذيك القطعة ما كايناش. عاد غادي نبداو نلصقوا القطعة السوداء من الأطراف، هي راه لاصقة مع الكتف، غادي نجيبوها وغادي نلصقوها بسهولة مع الجوانب. والآن تنوضح لكم التركيز ديال العباية السوداء، راه ما تنخيطوهش تيبقى مفتوح، لانه الا خيطناه ما غنلقاوش منين غندخلو يدينا. دابا غادي نبداوه من عند الابط وغادي نهبطوه بالنيشان حتى لتحت، بنشدوه بالفنايت اولا بهذا المقبيط ونهبطوا الخياطه ديالنا حتى الاسفل، ونحاولوا ما نمشيوش حتى الاسفل كامل، غنخليو واحد الكفافه ديال 5 سنتيم في القماش الاسود باش ما يجيناش باين من تحت العباية على برا. كما هكذا احبائي غنطويو هذيك 5 سنتيم للفوق ونبداو منها الخياطة ونطلعو لعند التركيز. الى وصلتوا معايا حتى لهنا اصدقائي واحبائي، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة، وشكرا لكم على وقتكم. هذه هي العباية ديالنا من بعد ما كملات بحال هكا من الجهة الدخلانية، وغنشوفوها غنقلبها وغنشوفوها من الفوق ان شاء الله. كلهم جاو لداخل، تتكون فينية ما فيهاش خيوط، ما فيهاش شي حاجه اللي باينه من الجهه الفوقانيه. التركيز ديال الداخل ديال القماش الاسود ما تيكونش لاصق مع الكمام باش ندخلو الكمام ديالنا بسهوله. وغادي نلصق ليها الباندا ديال الامام كما لصقت الباندا ديال الكمام تماما. وهاد البليصه غنديرها فيها واحد الباندا باش ندخلو فيها الحزام ديالنا الا بغات الوحده تحزم.